احنا موجودين دلوقتي داخل قدس الأقداس بتاع معبد تحتمس الثالث واللي كملوا من بعده أمنوفيس الثاني. قدس الأقداس في أي معبد معناها المكان الأكثر قدسية اللي كان حكر على الكاهن الأكبر فقط، ممنوع على عامة الشعب إن هم يدخلوه. عادة بيبقى فيه قاعدة في النص بيتحط عليها المركب اللي بينقل تمثال الإله، وبيقوم الكاهن هنا ببعض الطقوس. المناظر والمشاهد اللي عادة برضو بتكون في قدس الأقداس هي كلها مناظر تكريس المعبد أو مباركة الإله للملك أو تقديم القرابين للإله. عندنا هنا خلافا للمناظر التقليدية اللي بتبقى في الحائط المواجه للمدخل في قدس الأقداس، عندنا نص مكتوب بكتابة غائرة رائع واستثنائي في المعبد ده، بيتكلم فيه أمنحتب الثاني عن ما بدأه الملك السابق له تحتمس الثالث من أساسات المعبد. وبنلاقي الخرطوشتين هنا موجودين، خرطوشة تحتمس الثالث وخرطوشة أمنحتب الثاني، يمكن ممسوحة شوية لكنها موجودة في أماكن أخرى مش قدامي. دي كمان خرطوشة الميلاد لتحتمس الثالث، فهو بيذكر تحتمس الثالث بالأعمال اللي قام بيها هنا. من أهم المناظر اللي موجودة عندنا هنا منظر مائدة قرابين عامرة وزاخرة بكل ما لذ وطاب. بنلاقي لو بدأنا كده من تحت لفوق الجرار اللي بتبقى عادة محتوية على النبيذ اللي بيقوموا باستخدامه في بعض الطقوس، أو زي عصير للوتس بيستخدم أيضا عند قدماء المصريين. بنلاقي بقرة مذبوحة ومربوطة هنا، في أوز، في أنواع كثيرة من الأكل والفاكهة محطوطة، ما يسمى بمائدة القرابين اللي هي الملك أمنحتب الثاني. ودي الخرطوشتين بتوعه هنا واضحين قدامنا، في خرطوشة الميلاد على اليمين عا خبيرو رع، وخرطوشة التتويج على الشمال إيمنحتب، إن هو بيقدم مائدة القرابين للإله أمون اللي بنعرفه بشكل الريشتين اللي على راسه. هنا نفس المنظر بس مائدة القرابين ممسوحة. هنا بقية المناظر بنلاقي منظر مهم جدا برضو بنشوفه في معابد كتير، وهو الإله أمون اللي لسه شايفينه بالريشتين اللي على راسه، وبيدي مفتاح الحياة أو بيدي الحياة للملك. وبرضو الخرطوشة بتاعته هنا اللي جنبه، ووراه الإلهة موت. عندنا هنا مشهد مهم جدا للإله حورس، بيدي لأمنحتب الثاني
3 رموز من مصر القديمة احنا عارفينهم يمكن كويس. أول واحد على الشمال اللي هو رمز الحياة، والجد اللي هو رمز الثبات ورمز القوة في الشكل الثالث. من خلف الملك الإلهة حتحور.